هذا الحديث تسلية للمؤمن فيما يصيبه من مصائب الدنيا ومن الأمراض والأوجاع، فكل ما يصيب المؤمن خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة، وتنكير كلمة مصيبة يفيد العموم والشمول، أي مصيبة كبيرة كانت أو صغيرة تصيب المسلم إلا كانت تكفيرا لذنوبه. وفي حديث آخر متفق عليه تفصيل هذه الأشياء التي تصيبه، فسواء كانت تعبا أو هما أو غما أو حزنا، فما من مصيبة تصيب العبد المؤمن إلا ويرفع الله بها درجاته ويحط عنه خطاياه ويطهره بها من ذنوبه ومعاصيه، حتى لو كانت هذه المصيبة شوكة تصيب العبد فتؤلمه، فيصبر على أذاها ووجعها احتسابا لله تعالى دون تسخط وشكوى لأحد، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بها من خطايا العبد تفضلا وتكرما منه جل وعلا على عبده المسلم. وروى أبو داود في سننه عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عاداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وقولها رضي الله عنها: عاداني رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيادة، زارها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشرها بهذه البشارة العظيمة: يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه، أي بسبب المرض يذهب الله عز وجل خطاياه، خطايا المسلم، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. قال الإمام ابن الأثير في النهاية: الخبث بفتحتين هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. مرض الإنسان مستمعي الكرام مظهر من مظاهر ضعفه وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يصيب المؤمن والكافر والتقي والفاجر، فيكون لأقوام بلاء يعقبه رضوان، ولآخرين عذابا من بعده خسران. ولله في كل ما يصيب عباده حكم لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد تضمن المرض أنواعا من رحمة الله تعالى بعبده المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا رجوعه إلى الله وتعلق قلبه بالله تعالى وكثرة تضرعه له عز وجل ومعاينته للموت، وكذلك يتذكر الآخرة. أما عند الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى كما سبق يكفر السيئات ويرفع الدرجات، والمؤمن لا يرجو شيئا أفضل من أن تمحى سيئة له لا يدري ما تفعل به، كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت: من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. والحديث في صحيح مسلم. الله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين لطيف بهم يرحمهم في الدنيا والآخرة. ومن رحمته ولطفه بالمؤمنين المذنبين أنه سبحانه وتعالى يخفف عنهم عذاب الآخرة ببعض ما يصيبهم من البلاء في الدنيا. في هذا الحديث يخبر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما نزلت آية من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، أي أمرا بالغ الشدة من الخوف من عذاب الله تعالى على جزاء عمل السوء الذي لا يخلو أحد من الوقوع فيه. فإن الآية تتوعد كل من عمل سوءا كبيرا أو صغيرا بالمجازاة عليه، وفهموا ذلك وتدبروا القرآن فهموا أن ذلك لا يغفر، وهذا أمر عظيم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم
سكنهم وأرشدهم وبشرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: قاربوا، أي اقصدوا أقرب الأمور فيما تعبدتم به ولا تخلوا فيه ولا تقصروا، وسددوا، أي اقصدوا السداد في كل أمر ولا تتعمقوا، فإنه لن يشاد أحدكم هذا الدين إلا غلبه، بل استبشروا بلطف الله تبارك وتعالى، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة لذنوبه، حتى النكبة بالجر ينكبها، وهو ما يصيب الإنسان من الحوادث، أو الشوكة يشاكها، أي يصاب بحدها، فيصبر على أداها ووجعها احتسابا لله تعالى دون تسخط وشكوى لأحد، فإن الله عز وجل يكفر بها من خطايا العبد تفضلا وتكرما منه جل وعلا على عبده المسلم. ففي الحديث تسلية واضحة وبالغة وإعلام بأنه لا يصيب العبد شيء إلا كفر الله عز وجل عنه من خطاياه. فالمؤمن تحزنه سيئته ويخاف منها، بل ويراها جبلا يوشك أن يقع عليه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طريق سيدنا ابن عمر رضي الله عنه: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. ومعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى علامات يعرف بها المؤمن ويمتاز، وهذه العلامات هي أولا السرور والفرح عند القيام بقربة وبطاعة لله سبحانه وتعالى، ويستمر في الشكر لله عز وجل على توفيقه لعمل الطاعة وعلى تثبيته على أدائها، فيكون السرور بالطاعة خالصا لله عز وجل بعيدا عن الرياء وعن الرغبة في مدح وثناء الناس على العمل الصالح. العلامة الأخرى الألم والندم والضيق الذي يصيب العبد عند ارتكاب الذنوب وعند عصيانه لله سبحانه وتعالى. ولهذا السيئات والحسنات لها تأثير في النفوس، فمن لم يتأثر بسيئاته وحسنته فهو مصاب. عليه أن يتفقه وأن يتفقد أحواله وأن يحاسب نفسه، فالمرء في هذه الحياة مراقب ومكتوب ما له وما عليه. الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن استشعر ذلك وتذكر أنه مسؤول محاسب فلا بد أن يحتاط لنفسه وأن يعمل بأسباب النجاة. ومن المأسوف له أن كثيرا من الناس يذنبون الذنوب ويقعون في الخطيئة وكأن شيئا لم يكن، لا يتأثرون ولا يتألمون لما وقعوا فيه من المعصية ومن المجاهرة في المعصية، بل يتبجحون بذلك ويتكون ستر الله تعالى عليهم، وإن كان الله تعالى قد سترهم. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد أصيبت النفوس ومرضت القلوب وقل إحساسها بما أصابها، وتلك المصيبة العظمى أن يصاب العبد في دينه فلا يشعر أنه مصاب، فذلك الخطر العظيم الذي يؤدي به إلى الهلاك، فلا ينتبه إلا بعد فوات الأوان. يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا